ويا أهلا وسهلا بعزائنا المشاهدين بفيديو روعة. اليوم رح نعمل لكم فطيرة اللحم المفروم مع البطاطا المهروسة بما يسمى بالشيبرد باي. كتير كتير هيدي الفطيرة طيبة عن جد، من أطيب أنواع الفطائر البطاطا باللحم المفروم اللي عملناها. طبعا هيدي فطيرة ما فيها معجنات، يعني ما فيها طحين، وإنما فطيرة بالبطاطا وخلطة اللحمة روعة. وخلينا نبلش. عندي بداية راسين بطاطس متوسطة بدي أقطعهم لأنه بدي أرجع أسلقهم. رح أقطعهم تقريبا بنفس الحجم مشان يستووا عندي، وحط طنجرة فيها مي على النار ورش بقلبها شوية ملح. وبعدها بدي سقط هيدي البطاطا اللي قطعتها واتركها تنسلق عندي لتستوي تماما. هلأ من بعدها بدي شيلها وبدي احضر هيدي الحشوة الطيبة. زيت زيتون تقريبا شي ملعقتين طعام، وعندي تقريبا هون نص ملعقة طعام من الزبدة. طبعا هلأ بدي اعمل آلية طيبة كتير، بدي احرك الزبدة للدوب، ورح ضيف نص بصلة وسط مفرومة بهيدا الشكل. وايضا عندي بدي ارجع اضيف فليفلة حمراء وفليفلة خضراء شوي بشوي كمان بدي اضيفهم. وايضا بدي ارجع اضيف شوية كوسة وشوية جزر مقطعين صغير. هلا في اضيف البازيلا والذرة او خضار مشكلة اكياس مثلجة جاهزة، ما في اي مشكلة حسب الرغبة. اول شي بدي اقلي هيدي المكونات مع بعضها بشكل منيح لا تدبل عندي وتاخد هيدي النكهة. من بعدها بدي ارجع اضيف حص ثوم كبير مفروم ناعم، وبدي ارجع كمان قلي هيدا الحص الثوم. طبعا ضفت الثوم بالاخر مشان ما بدي اياه كتير يتلون. هلا عندي هون تقريبا 300 جرام من اللحم المفروم، يفضل يكون في دهن منيح. لحم بقر مفروم، بضيف عليه شوية فلفل اسود، وايضا بدي احركه وبلش قليه لا يستوي عندي بشكل منيح. طبعا رح نقلي هيدا اللحم. هلا في استعمل لحم غنم اذا بحب لحم الغنم بهيك وصفات، ما في اي مشكلة. بدي قلي هيدا اللحم لا يبلش يتحمر عندي شوي صغيرة مشاهدينا الاعزاء. وهلا بدي ارجع اضيف تقريبا نص ملعقة طعام من معجون الطماطم، وبدي اضيف لي شي ملعقتين طعام من صلصة الصويا المعتدلة. طبعا هون بدي انتبه للملح. وبدي اضيف نص كوب من مرق اللحم. عن جد هيدي اذا بتعملوها بهيدي الطريقة رح تطلع معكم شي كتير روعة. ومرق اللحم بيعطيها نكهة، وبدها مرق لانه هي لازم تكون فيها صوص. بضيف ملح وبضبط الملح حسب الحاجة. وهلا عندي شوية مي وطحين بدي اضيفهم لانه لازم الصوص يكون عندي جامد سميك، ما لازم يكون مرق. اوكي. هلا طبعا بحركهم ليشتدوا عندي وبتركهم شوي على النار ليشدوا بعد. ومن بعدها بدي ارجع اخيرا ضيف رشة بقدونس حلوة هيك بتعطيها طعم فريش ونكهة رائعة. بحرك هيدا البقدونس مع هيدا الخليط. شوفوا قديش عن جد مبينة طيبة هيدي الحشوة، وكتير كتير رح تكون رائعة. رح شيلها عن النار وحطها على جنب. هلا عندي وعاء عميق بدي اعمل البطاطا بيوريه. عندي هالبطاطا اللي سلقتها بشكل منيح، صفيتها من المي ومباشرة هي وسخنة بحطها بوعاء، برش عليها شوية ملح وشوية فلفل ابيض. وايضا بدي ارجع كمان ضيف لها شوية اوريجانو، وبدي احركها بداية لا تنهرس عندي. طبعا بحرك البطاطا اول شي قبل ما اضيف الزبدة والحليب مشان ما تصير تمغط عندي. هلا من بعد ما حركتها بضيف الزبدة تقريبا ملعقة ونص طعام، وبدي اضيف لها كمان تقريبا ربع كوب حليب. وهلا بحرك الحليب والزبدة هي وسخنة، ورح تصير عندي عن جد كتير فلافي، كتير البطاطا خفيفة وطيبة ورائعة على هيدا الشكل اللي عم تشوفوه عندي. كتير منظرها مشهي. هلا مشاهدينا الاعزاء بجهز صينية. هيدي الصينية عندي تقريبا شي 17 سنتي. اوكي. بدي احط هيدي الحشوة بالكعب بسقطها. شوفوا كيف جامدة عندي الحشوة ورائعة وكتير جوسي ورطبة عن جد. هلا بوزع هيدي الحشوة على الصينية. ومن بعد ما وزع الحشوة على الصينية بدي اعمل حركة هون انه بدي اضربها شوي لتاخد كلها تقريبا نفس المستوى. هلا بالنسبة للبطاطا رح وزعها بأماكن مختلفة
عشان تنمد معي بشكل سهل. يعني ما بحطها كل البطاطا بالنص وبقعد بدي وزعها، بصير تختلط مع اللحمة. هلأ بوزعها بهيدا الشكل، وشوي شوي ببلش مدها وبسكر الجوانب مثل ما عم بتشوفوا عندي. قديش رح تطلع كتير طيبة، ورح يحبوها العيلة والأولاد. عن جد هيدي من أطيب أنواع الفطائر باللحمة اللي ممكن تعملوها. خاصة حشوة اللحمة فيها كتير طيبة. رح أعمل هيدي الحركة بالملعقة اللي عملها شكل، بيطلع كتير حلو بس تطلع من الفرن. اعملوا هيك حسب الرغبة من دون ما تملسوها جالسة. وهلا صارت عندي جاهزة، بدخلها على الفرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180 سلسيوس، تقريبا شي 25 دقيقة. بتتحمر عندي وبيطلع شكلها هيك كتير روعة مع رشة بقدونس هيك. شوفوا لي هيدي الفطيرة قديش طيبة، قديش من برا رح تكون محمصة ومن جوا طرية. يعني هيدي البطاطا من الأعلى رح يكون فيها تحميصة هيك، ومن جوا رح تكون طرية ورطبة بنفس الوقت. شوفوا لي ما أحلاها، شوفوا ما أروع هيدي الفطيرة. مليئة بالنكهة، باللحم، بالخضار، مليئة بالرطوبة. عن جد بتاكلوها بدون خبزة ومع خبزة وبتطلع روعة. كانت كتير كتير طيبة. بتمنى تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.